بصل بودرة، بابريكا، فلفل أسود، عصير نص ليمونة، ملعقة صغيرة ثوم مهروس، و50 غرام زبدة مذابة. طبعا بدنا نخلطهم مع بعض. ملعقة ممسوحة من الملح لازم نمسحها على الدجاجة، يعني ما نحطها مع التتبيلة لأنها ما راح تلزق على الدجاج بفعل وجود الزبدة، فلازم نملح الدجاج بالأول قبل ما نحط التتبيلة عليها. طبعا ما ننسى نملح الدجاجة من كثير منيح من جوا ومن برا. وهون تبلنا الدجاج بالتتبيلة اللي عملناها. طبعا أنا كنت مستعجلة وما نقعت الدجاجة بالمرة، يعني اشتغلت فيها على طول. وهون حطيت الليمون، نصف ليمونة اللي عصرتها، حطيت القشر طبعا تبعها واللب اللي ضل فيها حطيتها داخل الدجاج. وحطيت بصلة مقطعة أرباع، وورق كار وقرنفل وهيل حب. وهون سكرت الدجاجة بهاي الطريقة، طبعا أنا بفضلها أكثر من الخيط أو الأعواد. بعمل فتحة في جلد الدجاج وبدخل الرجل بالفتحة. طبعا هون بتحافظي على الحشوة إنها ما تقع معاكي، وبرضو الدجاج بيتحمر معاكي بطريقة كويسة. وهون طبعا استخدمت الكيس الحراري حتى أشوي فيه الدجاج. وطبعا ما كان عندي الأربطة الخاصة بالأكياس، فأنا ربطت الكيس. وهون حطيته في الصينية اللي بدي أدخلها الفرن، وخصيت طبعا طرف واحد من الكيس ودخلتها بفرن محمى مسبقا على حرارة 200 لمدة ساعة، لأنها الدجاجة اللي معنا صغيرة. هون طبعا الدجاجة صارت جاهزة معنا، بس ديروا بالكم لأنه راح تكون كثير ساخنة يعني. وهون شوفوا طبعا اللون، وكثير طلعت الدجاج يعني من داخل جوسي وبنفس الوقت من برا مقرمش. وشايفين انتوا طبعا اللون كيف، يعني كثير مبين انه زاكي. وطبعا ما راح تحكموا الا بس تجربوا. طبعا ما في اسهل من هيك تتبيلة، يعني سريعة وسهلة وكثير لذيذة.